السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي، قناة أمل الجزائر. صحة فطوركم، نتمنى أنكم تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. طاولتي الرمضانية لليوم الثالث كما راكم تشوفوا. هذه زلابية المخارق، راني درت لكم الوصفة تاعها يعني بالتفصيل. الفطائر هذوك، وكان باقي لي الجواز والحريرة من البارح، يعني درت لهم إعادة تدوير. وهذه التحلية ما نقول لكم يا البنات، الفلون بالتفاح، تحلية رائعة ذوقا وشكلا ومذاقا. راح نبداو نقولوا بسم الله على بركة الله. رايحين نبداو بالاخرى بالزلابيه المخارق ولا زلابيه صباع العروسه. هنا راح ندير العسيله البيضاء. شوفوا العسيله البيضاء، انا هنا درت 200 غرام تاع سكر، عفوا 400 غرام تاع سكر ب 200 مليلتر تاع ماء. يعني دائما السكر يكون نصفه ماء. ودرت لترونش تاع قارص وخليته يغلى لمده 10 الى 15 دقيقه ماكسيموم، ونخليه يبرد. يعني هذه اول حاجه بديتها. هنا راح ندير معكم عجينه تاع المخارق ولا عجينه صباع العروسه زلابيه. هنا عندي درت 200 غرام تاع تاع سميد الرطب. درت قرصه تاع ملح. عندي هنايا ملعقه صغيره تاع السمن يا البنات. وعندي هنايا شوفوا البنات، راهي كاس غير ربع تاع الزيت. كما راكم تشوفوا، راح نبسس العجينه كامل تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا. انا نبسس هذيك العجينه بالزيت والسمن. السمن راح يعطيها قرمشه، وبلنا مام الزيت راح يعطي لها ثاني بنه رائعه. صدقوني البنات، جربوا هذه الزلابيه وما راحش تندموا تماما. يعني ديروها في نهارها وتاكلوها وبصحتكم وبراحتكم. هنا عندي ملعقات صغيره تاع خميره كما راكم تشوفوا، والماء الدافي. يعني درت الخميره بجيه كما راكم تشوفوا، حتى وما كانش باينه مليح. مي دوكا راك تشوفوها. يعني هنايا شديت شويه تاع ماء، وهذاك الخميره حليتها في هذاك الماء، وبديت نطم العجينه تاعنا بالماء. البنات ديروا بلا عقل، ما تجروش العجينه بزاف. المهم ديروا بالعقل وماشي تعجنوها حتى تطلق الجلوته. يعني حاولوا انكم تدخلوا لها الماء بدون عجن. كما راكم تشوفوا انا راني بالعقل حتى طميتها. وطريقه يعني العجن، يعني تفتحوها غير باصابع يديكم، تحاولوا انكم تدخلوا فيها كميه الماء. هنايا يعني بالتقريب تديكم 125 غرام مليلتر عفوا تاع ماء. شوفوا البنات كيفاش راني ندخل الماء غير بالعقل حتى يعني يدخلنا وتروح هذيك، يعني ما توليش تبان باللي فيها الزيت ولا الاخر. هكذا أنا يعني العجينه تاعنا، ونخلوها تختمر. يعني نغطوها نخليها تختمر. هنا بعد ما اختمرت والضعف الحجم يا البنات، نفتح انا هذيك العجينه. قسمتها هنايا كما راكم تشوفوا على نورمالمون 8. لا على 6. على 6. المهم درتهم هنايا ميزان تاع 71 غرام هكاك، 71 غرام 72 غرام. المهم شكلتهم هكذا. انا بالعاني وزنتهم باش على جال التصوير. نتوما ديروا عينكم ميزانكم. انا حبيت نديرهم هذا هو الحجم تاعهم، ما هي كبيره ما هي صغيره. وبلاطيتها بيدي وثقبت 4 ثقبات غير بصبعي كما راكم تشوفوا. يعني في بعض المناطق يسموها زلابية صباع العروسة، ومناطق يقولوها زلابية المخارق. يعني راهي معروفة جدا، صدقوني وصفة بنينة. وهذه هي الوصفة تاع زلابجية اللي راهم يديروها. انا ما قدرتش نديرها لكم قبل رمضان، ما كاش عندي الوقت. لكن راني درتها لكم، انا درتها بكمية قليلة باش نوري لكم فقط. بالرغم اني قلت لكم يا البنات، انا وليداتي ما ياكلوش الحلويات بزاف، ما انا والزوج. درت هذه الكميه راح تقعد لي يومين على بالي بها بلي ما تنتكلش ثمثم. شوفوا البنات، انا غير كملت هذيك الاخر ما خليتهاش تختمر. روح درت الزيت يسخن ونقص له كما راكم تشوفوا، وبديت نقلي ديريكتومون. بعد ما كملت كامل التشكيل تروحي ديري المقله. كي تسخن لك الزيت نقصي الزيت وخليها تطيب بعقلها، لانه راهي عجينه، يعني راها لازم تطيب من الداخل. انا راني درتها على نار قليله وخليتها يعني هكا حتى تدي الاحمرار اللي راني باغياته. نتوما الاحمرار اللي تحبوه. شوفوا البنات،
انا راني رميتها شويه وعاودت طلعت، يعني بالعقل بالعقل، وتبداو تقلبوا منه ومنه حتى تاخذ يعني تدي اللون هذاك الاحمر اللي يعني اللي تتباع به، يعني شكله كيف كيف مع اللي تتباع. يا البنات صدقوني بالله، هذه هي الزلابيه تاع المخارق. كي تولي تتقلى ديجا تشمي ريحه الزلابيات في الدار. كما راكم تشوفوا هنايا، بعد ما ما قليت هكذا، رحت درتهم ديريكتومون في العسيله البيضاء، ورميت يعني انايا درتهم في هذا الزيت في هذه المقله، لانه باش نحافظوا على الزيت ما يديناش كميه تاع زيت بزاف. شوفوا البنات، هذه الزيت دارتها للقليه نتاع هكذا، يعني حوايج معسلات، نخلوهم في الشاربات يتشربوا، يعني في العسيله عفوا، تتشرب مليح مليح، وحتى نكمل كامل كميه. هذه التحليه الثانيه كما راكم تشوفوا هنايا، هذه تحليه الفلون بالتفاح. انا عندي كما راكم تشوفوا باكي تاع فلون فاني، كما راكم تشوفوا 50 غرام. وعندي هنايا انا كان عندي تفاح رقيق، درت 3 حبات. نتوما اذا كان عندكم تفاح كبيره ديروا حبه، نقوها وقطعوها. ودرت نصف لتر تاع حليب، كما راكم تشوفوا رحيتهم بهذا الطاس، وحطيتهم حطيتهم في كسرونه، وحطيتهم فوق النار حتى يعني ما نقعدوا نحركوا البنات، حركوا حتى يغلى، يجي يطلع هذاك الفلون يعني قريب يفيض، ونطفي عليه ونخليه شويه فقط يبرد باش نحطهم في ليفيغين ولا في هذوك الكيسان لي سبيسيال تاع الفلون. المهم البنات حاولوا انكم ما تخلطوا، ما تخلوهاش تلصق، لانه على بالكم بلي الفلون ثاني يلصق في القاع كما راكم تشوفوا هنا. حتى خضرنا هذيك الغليه وطلع، طفينا عليه وبعدناه من الفرنو، وخليناه شويه يبرد، وعمرت هذو الكيسان تاعنا. انا جاب لي 5 كيسان كما راكم تشوفوا هنا. خليتهم يبردوا، بعد ما بردوا جبت هذو القطايف، وهذو تحبوا ديروا قاطو عندكم ولا، انا واش كاين عندي موجود حاولت اني نوع لكم فقط في هذه الوصفه. درت كميه صغيره كطبقه من الفوق، وجبت هذا الناباج تاع فراوله، درت يعني هكا برك باش نكاسي الالوان. حاولت اني نلعب فقط على الالوان. وهذه هي التحليه تاعنا، تحليه الفلون بالتفاح راهي واجده. هنا راح نجول للعصير. قلت لكم البنات اشاك فوا ندير لكم عصير. هنا هذا العصير مركز الجزر اللي خدمته معكم، هذا كان في الكونجيلاتور. لقيتهم يا البنات والله كاين حوايج كالصداقه. هنا كان عندي ثاني عصير مركز تاع التشينا، درت منه 100 مليلتر، ودرت كميه تاع ماء، خلطتهم بالبغا، وكان الجو تاعنا بنين 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 بزاف يا البنات. جربوه ما راحش تندموا. الجزر راهو كاين وقته، وتشينا تقدروا ديروا حبه تشينا ترحوها مع هذاك الجزر، وانتم درتوا عصير يعني عصير طبيعي 100%، وكان العصير تاعنا واجد. هنا راني راح ندير واحد الحشو تاع الفطائر. هنا كانت عندي، شوفوا البنات راهي عندي بخاسك حبه غير ربع، انا ما درتهاش كامل، يعني قلعت منها ربع، ودرت قول يعني فايت النص بشويه تاع بصل، قطعتها باليد ودرتها في مقله مع الزيت، ودرت لها الملح والفلفل الاسود، وخليت البصل تاعنا حتى يذبل مليح مليح كما راكم تشوفوا. راني نعطيكم وصفات مبسطه وسهله وما فيهاش بزاف مكونات كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما ذبلنا الخليط، هذه شتو البارح البنات اللي درت الدولمه هذيك، بقات لي هذه الكميه تاع صدر الدجاج، دخلتها هنايا باش نديرها للفطائر. دائما ندخل، انا ندير حاجه نقص حاجه، ندير قيس ما ناكل، كي نحس روحي بلي عندي زياده نحطها بجيه. انا درت الزنجبيل، درت هنايا كزبر مرحي، وطيبت هذاك الدجاج تاعنا كي طاب. درت انا ملعقه صغيره تاع مارغرين يا البنات، ذوبتها. شوفوا طريقه سهله وبسيطه وتجي بزاف بنينه باش نخلو هذا الحشو يكون ماشي يعني ناشف، يجينا مشمخ. درت هنا ملعقه تاع فرينه، خلطتها كامل مع هذيك البصل والدجاج، وجبت نص كاس تاع حليب اللي هو 100 مليلتر، ودخلته في هذيك الفرينه، بديت نفتح باش ما يتبركسناش، وخليتها يعني طيبت هذيك الفرينه مع المارغرين مع الحليب، كشغل بيشاميل مع الخليط هذا تاعنا مع الحشو، وطفيت وخليت عليه يعني بعد ما يعني يشرب شويه. شوفوا البنات هذا هو القوام تاعو، طفيت خليته يبرد.
رحت هنا ندير العجينه البنات، درت 200 غرام تاع فرينه، درت كميه هذه 200 غرام عطاتني 8 حبات الله يبارك. درت هنا ملعقه صغيره يعني مش معمره تاع خميره، وملعقه مش معمره تاع سكر. هنا درت ملعقه صغيره تاع مارغرين كما راكم تشوفوا. عفوا. يجونا فطائر رائعين يا البنات. وهنايا درت ملعقه تاع حليب لحظه، يعني ماهيش معمره يعني لانه الكميه راهي صغيره البنات، راني نديروها غير كميات صغار. هنايا درت الماء الدافي على الخميره، وبديت نطم العجينه نتاعنا حتى يعني تطمن العجينه ما تجيناش جاريه بزاف في اليد وما تجيناش يابسه، يعني القوام تاعها يكون مليح. نعجنها انا فقط شويه ونخليها تختم يعني تخمر عفوا. هنا نسيت الملح ما قلت لكمش، يعني باين الملح نديرو دائما انا هو الاخر. كما راكم تشوفوا راني نديكم اطباق اقتصاديه وتعمروا يعني الطابله. وهذا رمضان راهو رمضان كما نقولوا البركه والخير والصلاه وقراءه القران، ماشي برك ماكله وشراب يا البنات. وراني انا انسانه زواليه كما انني زواليه نحس بالانسان اللي زوالي واللي كيفي. كما راكم تشوفوا راهي مائده تاعي ما فيها لا كما حنقولوا لا محمر لا مجمر، عادي جواز عادي، مرة كاين فيه مرة ما كاش. المهم الحمد لله على نعمة ربي. المهم كما راكم تشوفوا بعد ما اختمرنا العجين، ديغازيتو كما راكم تشوفوا، وقسمت العجين تاعنا الى 8 كويرات. وزنت كل كويره 51 غرام. المهم يا البنات هكذا انا حبيتهم يجوا شويه صغار باش اللي يدي ما ياكلهاش، اللي يدي حاجه يكملها. كون ندير وحده كبيره ما راحش يتنتكلي، وراني ندير غير شويه باش قيس ما ناكلو. هنا فتحتها بشكل طولي بيضاوي كما راكم تشوف باش نديروا هذيك الفطائر ولا الفلوكات. المهم هنايا درت هذاك الكميه تاع الحشو. شوفوا البنات، ندير كميه تاع الحشو وندير نجوز بالماء من الجوايه منا ومنا، ونحاول اني نغلق منا ومنا نديرهم على شكل فلوكه كما راكم تشوفوا. هنا البنات حاولوا انكم تغلقوها مليح مليح. انا حتى ودرت لها الماء تفتحت لي شويه في الفور، لكن ما تفتحتليش بزاف، لكن زيروها ولا ديروا لها بياض البيض من الاحسن كما راكم تشوفوا. وهذا هو الشكل تاعها. شوفوا البنات نعطيها هذا الشكل كما راكم تشوفوا. انا راح نزيد معكم حبه يعني باش تشوفوا يعني احسن انكم تشوفوا. هنا يعني ما كنتش نشوف مليح باللي ما راكمش تبان لكم مليح. حاولت اني نسقمها في سنيوات، بيان سور لازم تسقموها في سنيوات باش تعطوا لها الشكل مليح. كما راكم تشوفوا انا كملت كامل الحبات اللي عندي، ودرت لهم الفرماج فوق هذاك الحشو. ما سبق لكمش الاحداث يا البنات باش تفهموا احسن واحسن. صدقوني البنات الجود بالموجود. دائما انا ندير حاجه ندخلها في حاجه، يعني حاجه ندخلها في حاجه. راكم تشوفوا فيا البوراك ما رانيش راح نديرو، درتو نهار الاول وبقى لي شويه يعني حبات للنهار الثاني وما كفاتنيش يعني. وليت يعني راه كل شيء غالي، ما تقدريش ديري البوراك. البوراك راه هو يدي البيض يدي بزاف لوازم. احنا نحاولوا اننا نكونوا اقتصاديين ونوكلوا وليداتنا، ما لازمش يقعدوا زعما هكا يشوفوا في صحابهم ولا الجيران ولا ويتشهاو منا ومنا. نحاولوا اننا نوفروا لهم. كما راكم تشوفوا هنا درت البنات الفرماج ودهنت جبت حليب، جبت غير الحليب، تحبوا ديروا صفار بيض ديروا. درت الحليب منا ومنا وجبت بذور الخشخاش كما راكم تشوفوا هكذا انا وذرذرتهم عليهم فقط يعني كديكور. وجبت كان عندي شويه هذا الزيتون ايفيلي هكا البقالي، درتهم كديكور للفطائر. المهم دخلتهم على درجة حرارة أعلى درجة من التحت ومن الفوق فور فونتيلي وطيبتهم. وكانت هذه هي الوصفات تاعي. هنايا كنت هذا هو الجود تاعي. شوفوا الجود طبيعي. الفلفل درته من نهار الاول تبقى لي البنات والله ما نتكل مازال هو. هذه هي الزلابية تاع المخارق تجي رائعة، ولا زلابية صباع العروسة. هذه هي الفطائر تاعنا والحمل حلو والله الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. تلاقاو فيديوهات اخرين. صحة فطوركم.